النهارده نقدر نقول بجد ده اللي كان ناقص الاهلي. والله العظيم يا جماعه بصوا، كده كده قبل ما نتكلم الاهلي عايز مدرب، تمام؟ فوزنا على الزمالك وكسبنا الديربي وهنتصدر الدوري، بس الاهلي محتاج مدرب، تمام؟ بس الروح دي اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي، دي اللي كانت غايبه عن النادي الاهلي من السنه اللي فاتت، لما تحس ان انت بتلعب بفتور في الملعب، اللي هو ادينا بنلعب واديها ماشيه. لكن النهارده بصوا يا جماعه، مفيش اهلاوي عارف الاهلي بجد غيره كان عارف ان الماتش ده يعني في اخر الشوط الاولاني احنا هنكسبوه. مفيش حد قدم الاداء الخرافي في النادي الاهلي غير حسين الشحات طبعا. وللعلم حسين الشحات لو نزل اساسي كان هيقدم نفس اللي قدموه. الحته بتاعت اللي هو ايه، لا دي بتاعتنا، ده ماتشنا النهارده مش هنخسر. الحته جت بتاعت تريزيجيه وهو في اخر الشوط الاولاني هيعيط. دي الروح اللي اتنقلت للنادي الاهلي. وفكره زي ما اتكلمنا، الزمالك عنده عيوب تكتيكيه وما عندوش مدرب. انا من وجهه نظري اهو، انا ما عندوش مدرب. مفيش مدرب قاعد قاري الجيم. في فيديو انا كنت منزله، بخش نتفرجوا عليه، ده قبل الماتش، بتتكلم عن عيوب الاهداف كلها اللي جت في نادي الزمالك السنه دي من نفس المركز. ضربه الجزاء اللي اتحسبت على الزمالك في ظهر الباك الشمال، الجول الاولاني النادي الاهلي جاي من ظهر الباك الشمال. دي الحته اللي احنا بنتكلمنا فيها. فانت راجل ما قطعتش على الفكره دي اساسا من اول الدوري. والاهلي النهارده كسب بالفروقات الفرديه، بالخبره، من الاخر بالخبره، بالحرس القديم. انا النهارده اللي منزلهم جابوا لي المكسب. بص على التبديلات اللي نازله، اليو ديانج، احمد عبد القادر، حسين الشحات. ده الحرس القديم بتاع النادي الاهلي. وده الفرق بين النادي الاهلي والزمالك. الزمالك هم 11 كويسين والاهلي 11 كويسين جدا. بس الاهلي اللي بينزل من الدكه، مع احترامي يعني لنادي الزمالك، دكه النادي الاهلي تلعب على اي حد في الزمالك. وزي ما انا قلت من بدايه الدوري، ما تستناش حاجه من الزمالك السنه دي. ما يغركش اللي بيحصل، الزمالك مش فريق السنه دي نفس طويل. الزمالك السنه دي لو فارس بجد زي ما بيقولوا، هيجيب كاس مصر ولا كونفدراليه ولا اي حاجه. لكن النهارده شخصيه النادي الاهلي تنتصر. خلاصه، شخصيه النادي الاهلي تنتصر. اللعيبه النهارده نازله عارفه يفوز 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 يفوز. مفيش تكتيك. بص، المدربين من بره انا مفيش حاجه شفتهم قدموها. ما شفتش جمله تكتيكيه بتتقدم. ما شفتش مثلا واحد مستغل سخرات تاني. هي كلها امور فرديه، امور فرديه. واظن شفنا التحكيم الاجنبي. التحكيم الاجنبي لا يقل متعه عن ال 11 لاعب. بتتفرج على مباراه منظمه، بتتفرج على مباراه كويسه جدا. كره الانذار بتتحسب انذار، الاهلي اتحسب عليه بلانتي، الزمالك اتحسب عليه بلانتي. الفريقين طالعين مفيش حد فيهم مشتكي من التحكيم. ليه؟ لان في ناس فاهمه بتعمل ايه، في ناس بتخرج الماتش باعلى كواليتي انت ممكن تشوفه. باذن الله باذن الله لازم في اسرع وقت مدرب للنادي الاهلي. بس ونتمنى التوفيق باذن الله للنادي الاهلي. قدامنا مباراه قرار اسماعيليه، وبعد كده توقف الدوري. لازم يبقى في مدرب للنادي الاهلي. والاهلي كبير، الاهلي كبير بالشعار، بالقلب، بالروح. شكرا جدا ليك.